في 9 أغسطس سنة 1173 ميلادية بدأ النحات والمعماري الإيطالي بونانو بيزانو، وده نسبة إلى مدينة بيزا في ولاية توسكانا في إيطاليا. بدأ ببناء برج أجراس لكاتدرائية سانتا ماريا علشان يبقى جزء من بيازا دي ميراكولي أو ساحة المعجزات، لوحة معمارية مكونة من كاتدرائية معمودية وبرج أجراس. المخطط كان إنه يطلع مستقيم بواجهات رخامية، أقواس وأعمدة رومانسيكية، تفاصيل جميلة بالرخام الأبيض. لكن اللي ما كانش في حسابات بونانو بيزانو هو التربة تحت المبنى. التربة كانت هشة، مكونة من طين ورمل ورواسب نهرية، والقاعدة كانت ضحلة يا دوب حفر حوالي 3 متر بس. قلت لك ما تشتغلش من غير مهندس مدني. لما انتهى بنانه من أول 3 طوابق مع الطابق الأرضي حوالي سنة 1178، المبنى بدأ يميل من الجهة الجنوبية. فالجماعة الطيبين طبعا قرروا يوقفوا الشغل أكتر من 90 سنة كاملة، من سنة 1178 لحد حوالي 1272.